أنا ماني مهندس مستقل. خلينا نكون واضحين بهذا الموضوع، أنا مهندس منحاز. أنا برأيي المناظرة مع بقية المرشحين بغض النظر إذا هي بتعزز فلوس حدا بالفوز أما لا، بس هو موضوع صحي. فشل النقابات هو نسبة، أكيد سبب الحرب الممنهجة الاقتصادية على البلد هو مؤثر. على طول المهندسين كانوا إذا نزلوا لتحت بيفشلوا، وإذا طلعوا لفوق بيقدروا يغيروا نظام بمحل من المحلات. نحن منحازين لقضية وطنية بلشنا فيها ب 17 تشرين وقلعنا فيها لليوم. أي نقيب اليوم بيوصل على نقابة المهندسين وبكون هو نقيب للمهندسين، هو ببطل نقيب الحزب أو المستقل أو أي شيء، هو بصير نقيب كل المهندسين. اليوم النقابة بحاجة لتكون عندها شكل مختلف. هي مش مزبوط إنه النقابة نقيب، ومش مزبوط إنه النقابة مجلس نقابة. نسمع كل ام وكل بي بيقولوا انا بدي ابني يطلع مهندس او حكيم. اليوم صارت انه هيدي منا امنيه بقى، لانه المهندسين ثلاث ارباعهم قاعدين بلا شغل. ما في شيء اسمه ما خلوني، في شيء انه انا ما عملت او ما بدي اعمل. ما خلوني يعني انا ما جربت. نحن حابين يرجع المهندس بميم مع كابيتال ميم، يعني ماجسكول بالفرنسي. انا اسمي رويدا غير، معماري ارشيتكت، مخرج من الجامعة اللبنانية من معهد الفنون الجميلة مع دبلوم دراسات عليا. بحب اذكر بالسيفي تبعي كلمة واحدة بس: مهندس. أنا اليوم عضو مجلس بنقابة المهندسين، حاليا مرشح على مركز نقيب. بالبرنامج تبعي مختار أكيد كم عنوان أساسية يلي أنا بعتبر إنه لازم اليوم نمشي فيهم لحتى نرجع نمكن النقابة بالشقين تبع الأوردر والسنديكا، لحتى تقوم بواجباتها اللي نحن نتمنى إنه هي تكون عم تلعب هذا الدور فيه. احد الامور الاساسيه، وراح اختصر، اللي هو موضوع صندوق استثماري لحتى نرجع نبني صناديق، اللي هو مشروع اساسا انطرح من قبلنا بمجلس النقابه ونال تصويت ايجابي عليه، ولازم نستكمله لنقدر نرجع نبني صناديقنا. الموضوع الثاني والاهم هو ماليه النقابه، وكيف نرجع نخلي الصناديق تبعنا نرجع نبنيها من بعد ما خسرنا كل الاموال هيدي بالمدخرات. والموضوع الاساسي هو موضوع الاوردر والسنديكا. نحن اليوم اوردر ديز انجينير ديز ارشيتكت هو بالاخر عم بتنظم مهنه الهندسه بالبلد. انا من رايي انه لازم نروح فيها ابعد بتعديل للقوانين وبتعديل للفروع، حتى لانه الهندسه بطلت تقتصر على المهندسين اللي بيشتغلوا بقطاع البناء. في مهندسين اخرين لازم نطلع فيهم ونشوف كيف ننظم لهم مهنتهم ونحمي لهم مهنتهم، لحتى الاول شيء نقدر نخلق لهم فرص عمل بحكم القانون، ونقدر ناخذ نخليهم يكونوا منتمين اكثر بانتسابهم للنقابه. بالموضوع الثاني اللي هلا هو مهم بهذا الوضع هو موضوع السنديكا. انا من رايي انه لازم يكون في حيز من السنديكا، وما لها ترجمه لهول الكلمتين بالعربي الا كلمه نقابه. السنديكا هو قلع قديما بتجمع عمالي اذا بدكم، لحتى يحمي مصالح هدول الناس. نحن اليوم لازم ناخذ حيز منه قليل من هيدا السنديكا بقلب نقابه المهندسين، لانه في عندنا مشكله اقتصاديه، عندنا مشكله ماليه بقلب النقابه، وعندنا مشكله منتسبين. في ناس ما عم تنتسب اليوم للنقابه، ما عم تعتبر حالها غير معنيه، لانه بالنسبه لها النقابه هي استشفاء وتقاعد، وهذا الشيء ما لازم يكون. من هيك هيدا الموضوع انا بلاقيه اساسي وضروري لحتى نوصل لشعار عم نستعمله اليوم بحملتنا، هو تضامن وتعاضد ثم تقاعد. التضامن هو لازم يتضامنوا المهندسين مع بعضهم ليرجعوا يقووا مهنتهم ويحموها، ونرجع نستعمل كلمة مهندس مع كابيتال ميم لو بالعربي هيدا الشيء موجود، يعني كابيتال ام. لأنه من زمان كنا نحن نعرف إنه المهندس بس نقول مهندس بالمجتمع هو عنده مكانة ثقافية وبحضوره وبأدائه وبمهنته بقلب هذا المجتمع. التعاضد هي لازم كل المهندسين يتعاضدوا مع بعضهم لإعادة بناء مدخراتهم وصناديقهم والاستشفاء اللي هو عم بتقوم فيه بدوره النقابة بدل الدولة. يعني المقتدر يقدر يتعاضد مع الغير مقتدر لحتى نعمل اكيليبر اجتماعي بقلب هيدي الطبقة الهندسية، لحتى بالآخر نتقاعد بكرامة. هذا بالمختصر اللي عم نحكيه. أنا مهندس عندي الاستقلالية والحرية التامة لأقوم بمشروعي مثل ما أنا بشوفه مناسب، بس بنفس الوقت أنا ماني مهندس مستقل. خلينا نكون واضحين بهذا الموضوع. أنا مهندس منحاز للمهندس، منحاز للنقابة، ونحن جايين نشتغل نقابة.
مش معناتها انه انا عم اقول عن حالي حزبي او بنتمي لمطرح، لا، بس عم اقول انه انا ماني مستقل عن قضايا المهندسين. بالعكس نحن منخرطين ومنحازين لهيدا المجتمع اللي فقروا هيدا النظام الاقتصادي والمالي اللي موجود بالبلد. انا برايي المناظره مع بقيه المرشحين بغض النظر اذا هي بتعزز فلوس حدا بالفوز ام لا، بس هو موضوع صحي واساسي، وخاصه اذا بتوصل لمستوى النقاش بالمواضيع النقابيه اللي بتهم اليوم كل المهندسين، وانا بلاقيها ضروره وما فيها اذا بدك لا حياة ولا تحدي بمحل من المحلات. بالعكس هي نحن قادرين نشوف افكار الاخر. يمكن اليوم اذا مرشح فاز بانتخابات من بعد مناظره مع 4 5 اعضاء، ممكن يكون اخذ فكره من هذا الشخص، ممكن يتعاون معه بهذا الشخص، وهيدا بالاخر المناظره هي محل حوار اللي لازم يكون انا برايي بين هيدا المجتمع الهندسي، لا ينعكس بعدين على المجتمع ككل، لانه الناس لازم تحكي مع بعضها، لانه بنرجع بنقول انه هذا الموضوع ما بنقدر نحله اليوم بالبلد الا من خلال التضامن بين بعضنا. فشل النقابات هو نسبي، خليني اقول هو اكيد سبب الحرب الممنهجه الاقتصاديه على البلد هو مؤثر جدا على هذا الموضوع، ومنه سهل والتحديات فيه كتير كبيره. انما في موضوع اخر، يعني حتى قبل هيدي الازمه الاقتصاديه النقابات بلبنان اسمها نقابات المهن الحره. كلمة مهنة حرة هي شغلة كبيرة منا سهلة. مهنة حرة يعني تنفترض عم نحكي اليوم عن نقابة المهندسين، يعني هذا المهندس عنده استقلاليته الذاتية، عنده اكتفائه الذاتي، عنده امانه الذاتي، وعنده تقاعده. هذا اللي امنت له اياه النقابة. اليوم هذا الموضوع بطل موجود. نحن لازم نقدر نرجع لحتى نكرس هيدا الموضوع الاساسي بالنقابات اللي قلت قبل شوي كمان انه هو عندنا اوردر وسنديكا. السنديكا هو بيرجع برد نقابات المهن الحرة لمحلها، ليكون عندها دور فعال بإنماء الاقتصاد الوطني، وبأنها تلعب دورها الأساسي بقلب المجتمع كطبقة بمحل من المحلات هي بين الاثنين، اللي هي على طول المهندسين كانوا إذا نزلوا لتحت بيفشلوا، وإذا طلعوا لفوق بيقدروا يغيروا نظام من محل بمحل من المحلات. فهذا شيء ضروري يرجع يتاخد بعين الاعتبار، وهيدي النقابات كلها تتكتل مع بعضها بشكل أساسي لحتى تواجه كل هيدي الأزمة الاقتصادية، لأنه بالآخر إذا بنطلع فيهم كلهم سوا هن بغطوا معظم الشريحة الاجتماعية اللبنانية. ونقابة المهندسين هي بعديدة كمهندسين وعائلات بتشكل تقريبا 1% من سكان البلد، وهذا منه رقم قليل. كيف بكون واحد مستقل ومدعوم من الأحزاب؟ أول شيء أنا حكيت عن موضوع الاستقلالية بشكل واضح. أنا طبعا ما بنتمي لحزب لا بأي شكل من الأشكال، وماني محزب وماني ملتزم مع حدا أكيد، بس برجع بقول في فرق بين ان يكون مستقل او منحاز. نحن منحازين لقضيه وطنيه بلشنا فيها ب 17 تشرين وقلعنا فيها لليوم، وهيدي التراكمات اللي عم نعملها بالتجارب تبعنا عم تخلينا نشوف انه الحوار والنقاش هو شيء اساسي لازم يصير. هلا لما يجي دعم من احزاب، بالاخر خليني اكون واضح بشغله، اي نقيب اليوم بيوصل على نقابه المهندسين وبكون هو نقيب للمهندسين، هو ببطل نقيب الحزب او المستقل او اي شيء، هو بصير نقيب كل المهندسين. فبالتالي البرنامج والانحياز تبع هيدا النقيب والمرشح العضويه او نقيب مين ما كان يكون لموضوع المهندسين هو اللي بخلي هالمهندسين تصوت. بالاخر المهندسين هن منهم ناس بيمشوا بشكل اذا بدك هيك مسكر وماشي لقدام وخلص ما بيطلع. لا، المهندسين الناس مثقفين، هن ناس واعيين، هن الناس بيعرفوا ياخذوا خياراتهم. واذا كان في مهندس بحزب او مهندسين بحزب صوتوا لنقيب، مش معناتها هذا النقيب بصير ملك هذا الحزب او ملك هدول اللي صوتوا له. بالعكس هو بيكون ملك كل المهندسين، وهذا اللي لازم يكون. فبالتالي انا ما بلاقي في اشكاليه طالما شخص ملتزم بقناعاته بمشروعه. اهلا وسهلا بكل واحد بحب يدعم هذا المشروع. خلينا ما نظلم الناس كمان. اليوم نقيب المهندسين والاعضاء اللي فاتوا بفتره اقتصاديه كتير حاده، ما فينا نحملهم نحن وزر كل المشاكل اللي صارت بالنقابه صراحه. تكون صادق وموضوعي بهذا الاطار. انما بنحكي عن اداء معين مش عجبنا اكيد، ونحن عملنا نقد ذاتي لهيدا الموضوع وضوينا على هيدي الامور بشكل واضح، واخذنا خياراتنا بشكل واضح. هيدا المجلس اللي اجى والنقيب اللي موجود حاليا بعد ل 14 نيسان
اذا بدنا نيجي نطلع بالصوره من برا فينا نلاقيها سوداويه، بس اذا بنيجي عن جد بنفوت بالملفات، وللاسف هيدا ما بيتضوى عليه اعلاميا من نقابه المهندسين. لا، في امور جيده صارت، في امور منحازه للمهندسين صارت، وفي امور ما تكملت، وفي امور ما انحطت على الطاوله طبعا. لاقول انه انا اليوم بقدر احل هيدا الموضوع لوحدي، بكون عم كذب على حالي وعم كذب على الناس. انا بتجربتي بخلال هيدي السنه اللي قطعت، انا ما كنت عم بشتغل لوحدي، كنت عم بحط مشروع، عم بيجي بدرسه وعم بتناقش فيه مع الزملاء الموجودين على الطاوله اللي هن مجلس النقابه. اليوم نحن بحاجه لنفهم شغله واحده، بغض النظر عن النقابه كيف كانت راكبه قبل هيدي الازمه اللي صارت بالبلد. اليوم النقابه بحاجه لتكون عندها شكل مختلف. هي مش مزبوط انه النقابه نقيب، ومش مزبوط انه النقابه مجلس نقابه. انا برايي اليوم النقابه هي نقيب ومجلس نقابه ومجلس مندوبين، وبالاكثر هي المهندسين. هي هيدي الكتله اللي موجوده الاجتماعيه اللي قادره تدعم وتتضامن وتمشي خلف نقابتها لتبقى لتضل هي الحصن المنيع لها بوجه كل التحديات. فبالتالي نحن اليوم رايحين على فتره ما في مجال الا نقاش، الا طرح المواضيع مع الاخر، لانه اوقات التنوع بيعطي غنى بالافكار وبيعطي وزن بكتله عم بتكافح لحتى ترجع ترد مكانتها بقلب المجتمع كلقب مهندس. يعني نحن قبل نسمع كل ام وكل بي بيقولوا انا بدي ابني يطلع مهندس او حكيم. اليوم صارت انه هيدي منا امنيه بقى، لانه المهندسين ثلاث ارباعهم قاعدين بلا شغل. هيدا الموضوع ما بيتكمل الا بتضامن كل هالناس، افراد اصحاب مهن حره، مكاتب كبيره، شركات هندسيه، مهندسين من كل انواع الاختصاصات بدهم يتكاتفوا كلهم سوا مع بعضهم لحتى يقوموا بهيدا الواجب. وهيدا واجب محض نقابه، وما بينصرف ولا مطرح بالسياسه. ما في شيء اسمه ما خلوني، في شيء انه انا ما عملت او ما بدي اعمل. ما خلوني يعني انا ما جربت. اذا انا جربت حط موضوع بفيد المهندسين، بالاخر اعضاء مجلس النقابه خلينا نكون واضحين، هن بالاخر مهندسين وعندهم اهتماماتهم وهي نقابتهم مثل ما هي نقابتي. فبالتالي اذا احد الاشخاص بده يمشي بمشروع عكس اقتناعاته لانه في طرف اخر هو اللي عارضه، هي بتكون شخصنه، هذا ما بكون عمل نقابه. فهو لازم يتحمل مسؤوليه هذا الموضوع. ما في شيء اسمه مخلوني، في شيء اسمه انه انت بتعملي واجبك، انت بتحطي مشروعك، بتلتزمي فيه، بتلتزمي بانحيازك للقضايا الاجتماعيه اللي انت اصلا منحازه لها، والباقي على الناس هي بتقرر وبتشوف. وما في حدا ما بيشوف بكل صراحه. جلسات النقابه فيها محاضر وفيها ناس بينكتب كيف مشيت بالخيارات تبعها ومنا اشكاليه. ما في مشكل، انا بلاقي ما في شيء اسمه هيك ما خلونا بالمطلق. يعني بهيدي المقابلات وسرير الوثائق اللي عم ينعمل اليوم، نحن بنحب نقول للمهندس عن جد صوتك غالي، لانه هو بالاخر عم يعطي ثقه لشخص او لمجموعه اشخاص ليقوموا محله بواجب حمايته. بالاخر بس انا بحب اقول شغله وارجع كررها مره ثانيه، نحن حابين يرجع المهندس بميم مع كابيتال ميم، يعني ماجسكول بالفرنساوي. شكرا.